موجودة في بلدنا كلهم كان بيرفض لأسباب أنا بحترمها، عظم المشكلة والتحدي، وكمان الحالة اللي موجودة فيها بلدنا. فالناس اللي بتتصدى للمسألة هنا دول مصريين منكم، كل هدفهم ان هم يعدوا بمصر. خلي بالكم ما تنسوش اللي بيكلمكم ده واحد منكم. طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي. 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي. ما حد سمع صوتي، وانا من اسره غنيه جدا، والناس كانت، انا اسف اني بقول كده عن نفسي، لكن عايز اقول لكم ان الموضوع اكبر كده بكتير. عزه النفس وعفه النفس ده امر ما بيجيش بالسهل، انك انت تعتمد على نفسك بس، امر مش سهل. شكرا. أشكرك سيادة الرئيس على المداخلة. طبعا في عدد كبير من الشباب، بس مش عارفة إذا كان وقت يسمح بأن احنا يكون معانا بعض المداخلات ولا لا. هرجع لحضراتكم، بس هسمع من ضيوفي توصيات أخيرة، بما أن احنا عنوان الجلسة دي بالتحديد الأزمات والحلول. حاضر، بس اتفضل لو سمحت. اتفضل. لا اتفضل اقعد لو سمحت. اتفضل اقعد بعد شوية. اتفضل. في جملة سريعة، يعني في دقيقة، لو بنتكلم على الحلول كأننا بنلخصها في دقيقة واحدة. اتفضل. مش عارف هنتكلم ازاي بعد كلام بعد الرئيس يعني، ولكن للتلخيص للكلام ده كله وتأكيدا للكلام بتاع سيادتك، احنا طبعا عايزين نشتغل وعايزين نتكاتف. اللي بيحصل دلوقتي في شغل كتير، ولكن برضو في معوقات كتير. المعوقات أكتر في الإجراءات التنفيذية أكتر ما هي في الإطار العام. لو احنا بنتكلم دلوقتي على المشكلة بتاعة النقد الأجنبي، وأنا عارف طبعا أن البنك المركزي متحمل هذه المسؤولية وهو اللي بيتلقى كل حاجة، ولكن الاقتصاد ككل هو اللي بيتحملها. عشان نعدي من الكلام ده محتاجين نعيد تاني نظر في فلسفة الاقتصاد اللي احنا شغالين بيه، نحط قواعد أساسية لزيادة الصادرات، زيادة التصنيع، المكونات المحلية، ويبقى كل الهدف بتاع كل الدولة الحكومة والقطاع الخاص وكل الجهات، بحيث ان هي كلها تشتغل من أجل هذا الهدف. بشكر حضرتك. أستاذ عادل، هستأذن حضرتك تكون حافظ على دقيقة يعني. اتفضل. أنا أتصور أن البداية يجب أنها تبدأ بشكل واضح من برنامج إصلاح اقتصادي معتمد من جانب الدولة، مدعم من القيادة السياسية، يعلن بشفافية كاملة للمواطنين، واضح في جدوله الزمني والإجراءات اللي هتتم فيه، واضح في العمليات اللي هتتم بالنسبة لحماية المواطنين وتخفيف الإجراءات اللي هتحدث نتيجة